تعالوا نعمل مع بعض النهارده المسقعة الشعبي اللي بجد اللي على أصولها كده. عايزة أقول لِك طريقة مسقعة بجد تحفة وخرافة. النهارده المسقعة مش باللحمة المفرومة، مسقعة كده مسقعة المطاعم اللي هي أحلى أصلًا من المطاعم 100,000 مرة، وكله هيبقى عايز يتعلمها منِك ويقول لِك طريقتها إيه. شايفين معايا عاملة إزاي؟ تحفة جدًا. يالّا نسمي الله ونصلي على الرسول وعليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف طريقتنا إيه. وطبعًا قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسونيش بالاشتراك في القناة واللايك والشير. اول حاجه طبعا انا يفضل لما انت تشتري البتنجان تشتريه يكون مطول كده طويل شويه، والبتنجانه وزنها خفيف عشان تطلع معاكي مش مبزره. بصوا بيضه من جوه، بيضه زي البفته. وهقطعه مكعبات بالمنظر ده. قطعي المسقعه بالطريقه اللي انت عايزاها، عايزه تقطعيه مدور، عايزه تقطعيه براحتك خالص، ولكن انا قطعته هنا معايا مكعبات. بحس ان هو اسهل بصراحه في القلي، ما بياخدش وقت معايا في القلي خالص. قشرت برضو البطاطس بالمنظر ده. انا هقطعها صوابع، عايزه تقطعيها مكعبات زي ما اتفقنا بقى، كل واحد يقطع التقطيع اللي هو عايزه. هقطعها هنا صوابع بالمنظر ده. وكمان قطعت فلفل. اديها بقى كل ما بتبقى حاميه كل ما بتبقى جميله جدا. الطريقه دي يا جماعه سهله جدا وبسيطه وما فيهاش اي مشكله خالص ولا اي تعقيدات. دلوقتي بعد ما قطعت البتنجان هبدا احط عليه كده معلقتين صغيرين من الملح، ونهز المصفى كده ونقلبه كده ونسيبه على جنب ينزل ميته. اول حاجه هحمرها في زيت غزير. نزلت طبعا بالبطاطس. ممكن طبعا تعملي في الاير فراير براحتك خالص تبقى صحيه. خطوه هنا بقى في الدقيق، بعفره في الدقيق. في الدقيق ايه، في البتنجان. في البتنجان بعفره بالدقيق. بجد الحركه دي ما بتخلوش يشرب زيت خالص، وبجد بيبقى تحفه زي ما انت شايفاه. هش جدا وتحفه. انا ما بضيفش نشا، انا بضيف دقيق فقط، تعفيره كده بسيطه وتحطيه في الزيت على طول. بجد بيطلع مقرمش وحلو قوي. خلاص حمرنا بقى الفلفل والبتنجان والبطاطس. نيجي بقى في صينيه كده ونحط معلقه توم كبيره مفروم، مسقعه يعني توم، مع حبه زيت ومعلقه توم كده مليانه مفرومه. خلاص تمام كده. هنزل بقى في الخطوه الجايه دي برشه كزبره، رشه بسيطه كده من الكزبره، ربع معلقه صغيره من الكزبره. وشمي احلى ريحه، مش عايزه اقول لك الريحه عامله ازاي. في الخطوه دي كمان بضيف فلفل اخضر حامي متقطع ولكن ما كانش عندي. هنزل بقى بفنجان خل صغير، فنجان اللي هو بتاع القهوه كده، خل صغير. نزلت بفنجان الخل، وبعد كده ننزل كده نزلت بست طماطميات. عايزه تزودي الصلصه بتاعتها زودي، لكن انا بصراحه ما بحبهاش زايده قوي. ونزلت معاهم بكوبايه من الميه. ونزلنا بكوبايه من الميه. سيبيهم بقى، هدي النار وسيبيهم يتسبكوا شويه كده. واهو هندي دلوقتي مكعب من المرقه او معلقه فوريه. المرقه الفوريه بتفرق جدا. نزلت بفلفل اسود، نص معلقه صغيره من فلفل اسود، نص معلقه صغيره من الكمون، نزلت بمعلقتين صغيرين من السكر بتعدل حموضه الطماطم والخل وبتبقى تحفه. وظبطت الملح بتاعي وبس كده، يعني حطينا كمون، كزبره، ملح، فلفل اسود، سكر، مكعب من المرقه. طبعا يا جماعه الناس اللي مقاطعه نزلت هنا كمان بنص معلقه صغيره من الناس اللي مقاطعه في مكعبات اللي هي الفاين فودز. انا على ما اعتقد ان دي مش في المقاطعه، يعني مكعبات الفاين فودز مش في المقاطعه، او من عند العطار مرقه فوريه. تمام كده. بعد ما اتسبكت معايا بالمنظر ده انا اديتها كمان نص كوبايه ميه. وبعد كده خلاص هنزل بالمكونات بتاع، شايفين السهوله والطعم حكايه، الريحه جايبه اخر الشارع. بجد تحفه جدا. الطريقه دي لازم تجربوها على طريقتي مش هتندموا. قلبت بقى، قلبي كده بالراحه عشان المكونات ما تتهريش معاكي. وفي الخطوه دي بقى هنديها طشه حلوه قوي. جبت 3 معايا فصوص من الثوم، مع ربع فنجان صغير من الخل، مع نص كوبايه ميه، مع كمون، ملح، كزبره. وتشيها في الاخر، بجد روعه جدا. تشيها في الاخر بقى عليهم ساقعين، يعني على طول على البارد، مش ما حطيتهمش على النار. الريحه يا جماعه، ريحه بجد التومه في الاخر جايبه الريحه فظيعه. بعد كده في الاخر اديتها خلاص، طفيت النار كده. هديها بس احطها في الفرن تحت الشوايه تاخد بس لون بسيط قوي. بصوا زي ما انتم شايفين يا دوبك بس تشمعك. وبجد كلي احلى مسقعه، روعه جميله تحفه. وبجد حاجه مش عايزه اقول لك عامله ازاي. والله العظيم ولادك يطلبوها كل يوم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. وكنتم معايا ابتسام الجبالي. السلام عليكم.